هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان بكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية وأطفال. قامشلو، طريق الحسكة. يسعد مساكم متابعينا ومستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. ضيفنا بالاستديو الدكتور فرياد سليمان خلف، دكتور في طب الأسنان وجراحتها. نحن وانتو خلونا نرحب بالدكتور لنبدأ حلقتنا برنامج صحتك بالدنيا. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا أستاذ عماد، شلونك؟ الله يخليكم، شكرا كثير شكرا لكم كثير على على هالاستضافة. الاستضافة. شكرا. الله يخليك. مستمعينا ومتابعينا، للي حدا عنده أي استفسار أو أي سؤال فيكم تنضموا لنا عبر الرقم الأرضي 429 101، عبر الواتساب 093 82 80 81 4، وعبر البث المباشر بوير عربي بخدمتكم. أيضا فيكم تنضموا لنا بوير عربي. بشكر زميلتين أيضا هيلوز ولورين بالكنترول والبث المباشر. ونبدأ حلقتنا من اختصاص طبيبنا. موضوعنا مبين، ولكن موضوعنا هو مهم كتير، بمس جميع الشرائح. يعني الموضوع هذا بيمس الكل. يعني احيانا يعني بيكون في موضوع بيخص شريحة معينة. موضوعنا اليوم هو ضرس العقل او سن العقل، خلينا نسميه بالعامية اذا كان صح التعبير. لنعرف شو هو، شو وظيفته، يا ترى شو المشاكل اللي عم تمر مع اللي بخصوص هالسن هذا. دكتور، بداية لو تشرح لنا شو بنعني سواء لغة او اصطلاحا بسن العقل او ضرس العقل. مساء الخير لك ولجميع المستمعين والمتابعين على وسائل الاجتماعي. هلا ضرس العقل هلا هو تسمية شائعة، فينا نقول تسمية شعبية. تمام، كونه بيطلع بفترة عمرية متأخرة، اللي بتكون عادة بعد سن البلوغ، اللي بيكون بعد يعني هو أساسا بيطلع بعد 17-18 سنة. فمشان هيك ارتبط انه هذا السن بيطلع انه لما الانسان بيصير بالغ وانه بيعقل وهيك، فاجت تسميته من تسمية شعبية انه والله هو ضرس العقل، ولكن هو بالاساس نحن بنسميه هو رحى ثالثة، سواء كان علوية او سفلية، يعني كانت فوق او تحت. ضرس العقل هو بصراحة يعني فيك تقول حاليا يعني يعتبر كسن أقرب إلى الزائد، يعني حاليا ما له وظيفة أي وظيفة معينة، ولكن هو جاي من تطور البشرية، يعني على تطور الإنسان. بمرحلة من المراحل كان في لدى الإنسان، نحن قلنا ضرس العقل هو الضرس الراحة الثالثة. تمام، يعني انه في عنا الضرس الاول والثاني والثالث، هذا انه هو ضرس العقل بالفكين كمان دكتور. تماما، بالطرفين وبالفكين، العلوي والسفلي وباليمين واليسار. هلا بمرحله معينه البشريه كان يعني الانسان كان عنده 4 حتى مو 3، ولكن كتطور البشريه وتطور الانسان، هو مع تطور الإنسان صار طبيعة الأكل أطرى. طبيعة الأكل صارت أطرى ولينة أكتر، فما عاد في داعي للضرس الرابع. فمع التطور البشري اختفى الضرس الرابع. وهلا هذا الشيء اللي عم نشوفه انه ضرس العقل، انه هو مثلا لنقول بعد 300-400 سنة ممكن هذا كمان ما عاد يطلع ابدا. ولكن هو عم يمر هلا بمرحلة انه عم بده يطمحل، فمشان هيك عم يطلع مشاكل. حقيقة معلومة كتير نادرة، يعني جزء مو الكل بيعرفها. هي معناتها دكتور كانت نتيجة رد فعل، يعني رد فعل على المضغ احيانا. تماما. وجود هالسن هذا. تماما. دكتور، ذكرته ضمن سياق حديثكم كتعريف لهذا انه ايمت عم يظهر، لكن لو تشرحوا لنا سواء كانت عند احيانا دائما نحكي موضوع النساء او خلينا نقول النساء والرجال، بيفرق بالعمر، بيفرق ايمت بيظهر؟ لو تحكوا لنا شوي عن هلا. هو بصراحة ما له علاقة كتير انه موضوع انه التفرقة بين انه كذكر او انثى، يعني او رجال او
مرة، ولكن هو أكتر شيء له علاقة بموضوع العمر، يعني إنه هو بيبلش، هو بيكون موجود ولكن ما بيطلع وما يعني ما بيبزغ، يعني ما بيصير ضمن القوس، يعني ما بيطلع جوا التم إلا بعد عمر 17 18 سنة. مهم. وفي عالم ممكن تتأخر، يعني هو ما في له عمر محدد بصراحة، مهم. ولكن مهم. ممكن يبلش يطلع بعمر 17 18. ولكن في كتير عالم يعني عم يطلعوا، بيراجعنا احنا احيانا مرضى بعمر 23 21، يعني حسب. مهم. احد طرف مرة يعني مريضة عمرها 60 سنة راجعتنا من جديد انه حست انه والله ضرس العقل طلع. كمان يعني شيء مخجل حقيقة ايه ربما. تماما. حقيقة موضوعنا هو مهم كتير، ومثل ما ذكرنا ببداية الحلقة طبعا حابب أذكر مستمعينا اللي هلأ عم يسمعونا ضيفنا بالاستوديو دكتور فرياد سليمان خلف، دكتور في طب الأسنان وجراحتها. أي حدا عنده سؤال بما يخص موضوع ضرس العقل فيكم تنضموا لنا. رح أذكركم بأرقامنا 429 101. أيضا عبر الواتساب فيكم تنضموا لنا سواء كنتوا برات البلد 093 82 80 81 4. عبر بوير عربي صفحتنا، صفحة زرقاء، صفحة الإذاعة بوير عربي، فيكم تنضموا يعني أي سؤال بيخطر على بالكم عبر صفحة الإذاعة بوير عربي. دكتور، ظهور هالسن هذا بيسبب مشاكل، وشو هن هالمشاكل هاي؟ تمام. هلا مثل ما حكيت، يعني انا حكيت المعلومه لو وصل لنقطه انه هو بمرحله انه هو بده خلص، بده يعني بعد كذا سنه ما راح يضل. فاجباري هذا عم يمر بمرحله انه راح ينحسر. فالفكره انه هو بيعمل مشاكل كتيره. تماما. هلا هو بطبيعة الحال، يعني أغلبية الحالات بيكون السن منطمر، نحن بنقوله إنه بيكون موجود بالعظم. ما بيكون مثل الأسنان الثانية بيطلع بشكل مستقيم لفوق، يعني ولا بيكون مايل. فممكن ممكن يأثر على السن اللي بجنبه. تمام. فممكن يعمل اذا كان قسم من السن طالع يعني مثل ما تقول مستند على الضرس اللي قدام، فممكن يعمل فيه نخور، يعني ممكن يسبب نخور بالسن اللي قدامه. مشاكله كتيرة بصراحة. ممكن يعمل يعني ممكن يعمل يعني صفة الأسنان مثل ما نقول نحن بالعامي، تقويمها. ايه انه القوس السنية يصير فيها يعني يؤدي انه الأسنان تصير مايلة. تمام. انه يعمل ضغط على الأسنان، فالأسنان تبلش بحركة، ممكن انه الأسنان تبلش فما يكون في محل، فيكون في يعني الأسنان تصير مايلة بطبيعة الحال. مشاكله كتير، يعني ممكن او تتعلق بالمشاكل ناهيك عن الألم اللي ايه انه الالم، انه هذا بنتيجة انه اول ما يطلع كمان ممكن يسبب الام، خاصة انه هو بده يطلع وعم يشغل لسه. فممكن يصير عندنا حالة نسميها نحن التواج، انه هو السن طالع ولكن في قسم او جزء من اللثة لسه ما تحرر عن السن. تماما. فيجمع اكل وهي فيصير في وجع عند المريض بسبب انحسار الاكل بين السن أكيد. واللثه. مشاكل تانية مرتبطه بضرس العقل، انه هو يكون قريب احيانا على العصب السني السنخي السفلي، فممكن يسبب آلام بالرأس. انه احيانا يكون في يراجعنا مريض انه الدكتور عم اشكي من وجع راس مستمر مثلا، ولكن تماما. غير محدد، انه فيراجع دكتور العصبيه والاذنيه، اخر شيء يقولون انه لا، انه ممكن يكون ضرس العقل مثلا. اكيد. ايه. احيانا يسوي الالام بمنطقه الجيوب، واحيانا يوصل لمرحله انه يسبب الام والتهابات متكرره باللوزات. تماما. ايه. فانه كل شيء جواره، يعني كل شيء جواره. تماما. هاي الفكره. هي تمام. دكتور، التشخيص بأي مرحلة ما بس تشخص أي مرض ما بيسهل العلاج أكيد. بمرحلة العلاج كيف عم تعالجوا هالحالة هاي، سواء لما ما بتستغنوا عن السن وتعالجوا، كيف بتعالجوا؟ هلا تمام. هلا سؤال حلو. اولا التشخيص مثل ما قلت لك، يعني هو يا اما بيكون مريض عم يتوجه انه في شيء مو طبيعي، عم يحس بآلام الرأس او جيوب او وجع بالحلق متكرر او الأذن.
فيكون يجي فنحن نطلب منه صورة بصراحة تماما. إذا ما كان ظاهر السن وما كان مم. بازغ، يعني ما كان طالع جوا الدم، مهم. فنحن نطلب صورة أشعة، صورة بانورامية مهم. للفكين، فبيظهر إنه في عنا ضرس عقل. هلا بهي الحالة بصراحة نحن بقى يجي الخطوة الثانية تمام. اللي هي خطة العلاج، انه انت بدك تحط خطة. هل يا ترى هذا السن بدي استفيد منه؟ هل هذا السن بدي اقلعه؟ هل يا ترى مشاكله انه اذا يضل راح يسبب لي مشاكل اكثر من انه مهم. لما اقلعه؟ فهي تعتمد على خطط العلاج. هلا احد الخطط يعني ممكن احد السيناريوهات انه نحن هذا السن عم يسبب الام مستمره للمريض، مهم. فبصراحه نقلعه، يصير تماما. للقلع. تماما. كمان في عنا حالات تانية انه مريض مركب تقويم مثلا، فدكتور التقويم يوجه انه نقلع على السن مشان ما يصير في خربطه بعدين بس يشيل التقويم، ايوه. عشان ما يروح الجهد المبذول على التقويم انه على الفاضي. اكيد. ايه. في شغله تانية انه ضرس العقل هذا هلا في توجه حاليا انه الاغلبيه عم يقلع ضرس العقل مهم. بصراحه، لانه مشاكله اكثر من آه. الفائده تبعه. يعني وجوده و... إيه بسبب مشاكل اكثر من عدمه ايه يعني. تماما. فهي الفكره، ومثل ما قلت لك يعني مشاكله كتير مثل ما قلت لك انه مشان هيك نحن عم نضطر مهم. نقلعه مهم. باغلبيه الحالات. في حالات استثنائية جدا يعني انه نحن بنخليه لضرس العقل، مهم. اللي هي انه نحن مثلا اذا كان عندنا مريض خاصة باعمار متقدمة، انه مثلا نعم. فوق 30 وعنده ضرس عقل وعنده الضرسين اللي قبله مو مقلوعين، تمام. فهذا المريض ايمت نحن يعني هو حاليا ك الضرسين المقلوعين نحن بالعاده الافضل انه تحط مثلا زرعات او اي تعويض اخر. اكيد. بس ولكن مثلا نتيجه الظروف الاقتصاديه ممكن انه المريض يقول لك دكتور انه انا وضعي ما يساعد انه احط زرعه مثلا، مهم. فنحن نضطر نحط له جسر، مهم. تمام. فنحن هاي الحاله الجسر بده دعامتين، دعامه تماما. قبل دعامه بعد، فما تمام، فحتى بتستخدم. يستند عليه. فبهي الحاله نحن نحافظ على ضرس العقل في حالات استثنائيه، انه نحن نحافظ عليه كرمال انه مهم. نعطي فائده للمريض مهم. ونفيده بحيث وما يعني بشيء هو يقدر يعني شيء على قدر جيبته اكيد بصراحه يعني. اكيد، ايه. لانه هي كمان معاناة ايه تمام يعني مم. هي الفكره. وحالات تانية انه في حالات كتير نادرة انه يجيك المريض انه مو مستغني عن سنه، انه الدكتور لا ليش تقلع السن، انه هذا بالنهاية السن يعني ليش لحتى مهم. اقلعه. فهي بتضل على راحة المريض كمان، اكيد بس انه طبعا. نحن علينا انه نعطيه التوجيهات اكيد. وننصحه انه هيك انه صار معك مشاكل انه تجي تقلعه. اكيد. هي. اكيد. هو كان طبعا قبل ما نختم لقائنا، هو كان سؤالي ايضا اجبت بشكل بصراحه موسع، يعني انه ايمتى الطبيب يلجأ لحتى يشيل السن العقل. في حالات مثلا بتلجأوا لانه بدي يشيلوا يعني شيلته افضل من وجوده، يعني ليش الطبيب يعني ما بيستغني عن ضرس العقل يعني. هذا هو كان سؤالي، لو إذا حابب كمان ضل شي هلا نقاط معينة تمام. تذكرها. هلا نحن انه بنشيله. هلا كمان يعني ضرس العقل انه نحن ليش بنشيله؟ يعني مثل ما قلت مشاكله اكثر من انه اذا ضل مشاكله اكثر من انه والله أكيد. ايه. فالفكره انه يجيك المريض عم يعاني احيانا من يعني من الام كثيره، تمام. مثل ما قلت لك هي احد السبب الثاني انه يجيك مريض يعني محول من طبيب تقويم، انه انا بدي اشتغل وصف الاسنان بشكل مرتب ومنيح، مو معقول بس شيل التقويم انه والله ضرس عم يعرقل أو كذا، عم يعرقل وراح يعني يأثر على يأثر التقويم. على الاسنان ويخليها تصير يعني تتفتل يعني محلها يعني، عرفت شلون؟ تماما. ايه. يعني هي بصراحة وإذا كان طالع بشكل مايل وعم يأثر على السن اللي قدامه، فهي الحالة كمان عم نشيله بصراحة يعني. يعني الحالات اللي ما عم نشيلها هي يعني قليلة جدا، إذا فيك تقول نادرة يعني. تماما. يعني حالات كتير استثنائية لحتى نعيفه يعني بصراحة.
وكمان يعني شيلته يعني كعدة، يعني في أما يكون طالع بشكل عادي مهم. نحن نخلعه بشكل طبيعي، أو أحيانا نضطر الأمر إنه نحن يكون ضرس مايل و ويكون يا اما كله بالعظم او يكون قسم منه بارز جوته مهم. مو قسم بالعظم. فبهي الحاله المريض يعني يعني بنضطر انه نقلعه بعمل جراحي يعني. تمام. دكتور فرياد، هلا السن باعتبار عم يتاخر ببزوغه، وربما يكون الجهد عليه اقل، يعني محتمل انه هو اقل عرضه للنخر، للتسوس، يعني حالات الاصابه اللي السن ينصاب مثلا. اي تمام. مهم. تماما. هلا يعني حسب الدراسات مهم. بطبيعة الحال انه عند يعني لنفرض من السن اللبني للسن مهم. الدائم، يعني الاسنان الدائمة طول ما هي موجودة تحت اللثة ما بيصيبها نخر. طبعا. تمام. فهي يعني مجرد ما طلعت الاسنان الدائمه ببلش يعني انه والله انه في تعرض مشاكل. للعاب وفي اكل وفي اسمه في اهمال صحه فمويه وفي اكيد. كل شيء، تبلش النخور. مهم. فكمان نفس الفكره، يعني ضرس العقل طول ما هو موجود يعني ضمن العظم انه مهم. هو لسه ما طلع، يعني ما راح ينتخر بصراحه. بس في يعني حالات كثيره بتمرق معنا انه قسم منه طالع وقسم موجود ضمن العظم لا بينتخر مهم. بصراحة. يعني مو أحسن من الأسنان. مو احسن من غيره يعني. دكتور، راح اقتبس آه، كلمة الصحة الفموية، آه، طبعا باعتبار برنامجنا هو توعوي. آه. راح نختم لقائنا، ولاني بصراحة ماني حابب انه يخلص. دائما بلقاءاتنا عبر منبر مبوير بأي مجال كان، بنختم لقائنا بشوية توصيات، بشوية يعني نصائح للمستمعين. موضوع الصحة الفموية موضوع مهم كتير حقيقة. ربما هو عم نعاني منه جميعا أو ما بنتبعه. عبر من بوير حابب شوية نصائح للصحة الفموية، سواء للأطفال لكبار بالعمر. تمام. هلا يعني الصحة الفموية، يعني الصحة الفموية مثل أي شيء ثاني. كأنت لما تدير بالك على حميتك الغذائية أو لما يعني هي عملية موضوع نظافة بصراحة، مهم. موضوع نظافة شخصية. يعني النظافة الفموية، الصحة الفموية يعني تعبر عن النظافة الشخصية تماما. بصراحة. وعلى طول يعني نحن بنقول انه درهم وقاية خير من قنطار طار علاج علاج. يعني. وبالنهاية كمان عنا يعني الواقع الاجتماعي، يعني المفروض نحن نكون يعني أوعى من ناحية الصحة الفموية، باعتبار انه حاليا تكلفة العلاج باهظة. خاصة يعني كتير مهم. غالية بصراحة. وفي كتير عالم عم يتجاهلوا هذا الموضوع، يعني عم يأجلوا المواضيع بس انه الوضع مثلا المعيشي أو المالي غير المادي. مساعد مثلا. مهم. فنحن عم نقول انه على الاقل يعني باليوم نحن بنوصي تفريش اسنان مرتين هو الاصول يعني. بعد كل علميا وجبة. 3 مرات مهم. باليوم مهم. بصراحة، ولكن نحن نقول انه الصبح ومساء يعني. مهم. تمام. في معلومة كتير حلوة انه النخور بشكل عام مهم. واللويحة السنية اللي هي تكون بداية تشكل، يعني هي بتكون بداية لتشكل النخر، مهم. انه هي اللويحة بتتشكل بعد تناول الطعام ب 24 ساعة. مهم. تمام. يعني في عندك انت اليوم انه اكلت وجبة معينة سواء كان فطور غدا او عشاء، اللويحة هي ما بتلتصق بالسن الا بعد 24 ساعة. في مهم. حال انت قبل هاي ال 24 ساعة غسلت يعني عم فرشيت اسنانك، ما بتتشكل. مهم. فانت عمليا يعني عملت وقاية 24 ساعة. مهم. تمام. بينما اذا اهملتها بعد 24 ساعة بتبلش اللويحة بتتشكل وبتلتصق بالسن، وبيبلش بقى المسلسل انه صار في نخر، والنخر صار تماما. بعدين صار انه والله وصل تعب. للعصب مهم. وتهدم بالسن وللعصب وفتنا مشاكل. يعني نحن الواحد بيكون بغنى عنا أكيد. بحيث انه يكون دقيقة واحدة انت تفرشي اسنانك، من دقيقة لدقيقتين تفرشي اسنانك، تكون انت يعني عم تحمي حالك من كل هالمشاكل هاي. أكيد. فهي نحن على طول بننصح انه على الاقل يعني اذا كان في تفريش ولو مرة واحدة باليوم، يعني انت يعني بتغني نفسك عن كتير مشاكل بتصير بتطول العمر السن أكيد. تماما. يعني هاي مهم. الفكرة. يعني بصراحة بيجينا احيانا مرضى
انه مريض عمره 12 13 سنه عنده يعني اسنانه خربانه كتير بالمره يعني. للاسف إيه يعني. للاسف يعني واحد كتير بيزعل على يعني انه انت بعمر صغير 14 15 سنه وفقدت 3 اسنان، انه صار في نخور وصار في علاجات فتت بهال مشاكل هي. معناته شو ضلك بال 30 ولا بال 40 يعني مثلا، عرفت شلون؟ فهي الفكره. نحن بنقول انه يعني هي اول فكره انه نحن بنحافظ على ضل على الشخص نفسه، انه نحن بنحمي حالنا بحالنا. نعم. شغله ثانيه انه مو غلط يكون عندنا ثقافه انه بالسنه مره على الاقل واحد يراجع دكتور الاسنان، انه الدكتور شيك لي على اسناني، انه شوف موجود شيء. يعني ممكن احيانا انه الدكتور يكتشف نخور موجوده، ممكن احيانا انت بالعين ما بتشاف. ايه يعني انت بتطلع بالمرايه انه والله ما في نخور، بس ولكن في دكتور الاسنان بيكون عنده مثلا ادوات معينه، طريقه فحص معينه، انه مثلا بيكون في نخر بين السنين المريض ما بيكون شايفه، تمام؟ فالدكتور هو اللي بيكتشفه. فعلى الاقل بالسنه مره، يعني انه بالسنه مره او مرتين واحد يراجع دكتور الاسنان يشيك عليه، ومثلا يكون مثلا انه اذا كان في نخر بسيط ممكن يتعالج بحشوه، احسن ما يكون انه تضطر تسحب العصب وبعدين تفوت مشاكل تانية. وبالنسبه لموضوعنا الاساسي اللي هو ضرس العقل، انه كمان هي المشاكل يعني الاغلبيه انه لما بيراجعونا انه بيكون جديد عم يطلع ضرس العقل، او عم يشكي من مشكله معينه، فنحن بنطلب صوره او اي شيء احد الوسائل التشخيصيه بيطلع معنا انه هي. فانه يعني مو غلط يعني بعمره 18 19 بغض النظر عن العمر. بالعكس يعني كل ما كان العمر اصغر واحد ببلش يعمل تشيك عند الطبيب بيكون احسن يعني بصراحه. ف يعني اولا الصحه، الاعتناء بصحه الفمويه، انه الصحه الفمويه بصراحه يعني كصحه فمويه كمفهوم، هي حتى باوروبا وبامريكا في إلها اخصائي يعني اسمه اورال هايجينست، انه هو اخصائي صحه فمويه وليس طبيب اسنان يعني حتى، تمام؟ فانه يعني هي الشغلات يعني نتمنى. نتمنى انه الكل يعني على الاقل من يبلش من نفسه، انه يعني على الاقل تفريش مره مرتين باليوم. انت بتحمي حالك صراحه، عم تطول من عمر الاسنان الموجوده، عم تحافظ عليهم. وبالنهايه يعني الاسنان بصراحه كمان يعني واجهه البني ادم، يعني اول ما بتطلع على الانسان ببين اسنانه. وحابب اقول لك هيك يعني شغله على السريع، انه مره شركه معينه من شركات معاجين الاسنان عملوا دعايه للمعجون. فهن عملوا الدعايه عائله مكونه من اب وام وطفل. الاب والام عندهم السن الامامي مفقود يعني مقلوع، تمام؟ فعم يعملوا انه اعتنوا بصحتكم الفمويه وانتبهوا على الصوره منيح. انه انت اول ما شفت الشخصين هدول رايحين للاسنان القدمانيه تبعه، ولكن انه حاطين سهم انه الانسان بلا الشخصين بلا حواجب. بلا حواجب، يعني انت بلا حاجب ما انتبهت، بس انتبهت انه عفوا انه بلا سن. يعني كمان هذا موضوع مهم يعني، عرفت شلون؟ ومثل ما قلنا يعني انه كصحه فمويه انت منك بتبلش. وكمان مو غلط انه الواحد يعمل مراجعه او فحص عند دكتور اسنان، وبالنهايه يعني المكسب مع الواحد يعني اكيد ما بتضره يعني مراجعه عند دكتور اسنان. بنهاية اللقاء بشكر الدكتور فرياد سليمان خلف على الاستضافة الحلوة والمعلومات القيمة. شكرا كثير لك، وتشكركم على الاستضافة ولكادر الكنترول شكرا كثير لكم متابعينا. بهيك وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامج صحتك بالدنيا للأسبوع القادم. تضلوا بخير وسلامة. هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان بكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية وأطفال. قامشلو، طريق الحسكة.